ان التاجر اللي بيبيع زيت رديء وهو عارفه بيبدا يقول لك جربه وحطه في الثلاجه هيجمد، وللاسف دي اشتغاله كبيره جدا. النهارده بقى هنتكلم عن اشتغاله على طول. انا مش هقول لكم هي اشتغاله ولا مش اشتغاله عشان هي بتستفزني جدا بصراحه، الا وهي اختبار زيت الزيتون بالاضاءه. انا ما اعرفش مين اخترع التجربه دي، يعني انا دي تجربه يعني ما كانش حد غلب زي ما بيقولوا، ندفع الوفات الجنيهات عشان تحاليل ويجي حد يقول لك لا الزيت بتاعكم مش عارف غير منفذ للضوء وحاجات غريبه جدا. يعني اكبر اشتغاله في تاريخ المنتجات الطبيعيه اظن. يعني المعلومه الثانيه الا وهي تجمد زيت الزيتون في الثلاجه. المعلومه دي خطر جدا، وفي ناس بتستخدمها لبيع منتجات رديئة الجودة ان هي منتجات عالية الجودة. زيت الزيتون بجميع انواعه تقريبا كله بيجمد في الثلاجة، بس في نقط مهمة جدا لازم تعرفها، ان الزيت الرديء والزيت عالي الجودة بيجمدوا، ودي ليها شروط كتير جدا، منها مثلا درجة حرارة الثلاجة، او بمعنى اصح التبريد اللي الثلاجة واصله له. يعني في انواع في زيت الزيتون بتتجمد واحد مئوية، فنفترض مثلا انك انت لو الثلاجة بتاعتك ما بتجيبش درجة الحرارة دي، فانت كده مش هتقدر تختبر الزيت بطريقة صحيحة. ده غير ان نوع الزيتون نفسه اللي معصور منه الزيت ده اصلا ليه درجة حرارة معينة للتجمد. يعني بمعنى اصح ان ممكن يتجمد في 1، ممكن يتجمد في 2، في 3، فدي تجربة غير ناجحة بالمرة انك تختبر منها جودة الزيت. ده غير ان مركبات كل نوع من انواع زيت الزيتون بتختلف من واحد للاخر، فبرضه بتجمدها بيبقى مختلف من شكل للاخر. في واحدة تبقى متجمدة تماما، في نوع اخر تلاقيه عامل زي السمنة، في نوع اخر لونه بس اللي بيتغير. ده غير ان الزيت الرديء برضه من زيت الزيتون بيتجمد في الثلاجة، وبيتم التلاعب بقى في الحتة دي، ان التاجر اللي بيبيع زيت رديء وهو عارفه بيبدأ يقول لك جربه وحطه في الثلاجة هيجمد، وللاسف دي اشتغالة كبيرة جدا. اكتبوا لنا في التعليقات دلوقتي ايه المصطلح اللي انتم من رايكم شايفينه ان هو اشتغاله، واحنا ان شاء الله نعمل لكم فيديو مفصل ليه ونشارككم راينا. سلام.